رغم الخطأ الفردي وهدف التعادل لسيراميكا قبل نهاية الشوط الأول، ولكن الأهلي أنت قاعد بتتفرج ومتأكد إن اللعيبة على أرضية الملعب عاملين مباراة ممتازة، متأكد إن الراجل عامل تشكيل وعامل طريقة وعامل تكتيك على أرضية الملعب بالضغط العالي الإيجابي. وحط تحت كلمة إيجابي دي مليون خط. الضغط العالي الإيجابي، مدرب الأهلي عامل باللعيبة ضغط عالي إيجابي. أنا من الناس اللي بتعترض إن مروان وديانج يلعبوا جنب بعض في الملعب، ولكن الراجل حاطط ديانج المرة دي قدام مروان، مش جنبه، وعامل بيه الضغط العالي والاستخلاص السريع للكرة من فرقة سيراميكا. وعامل فرقة سيراميكا في بيلعبها تقريبا في 30 40 متر. انا بقول لك، رغم التعادل الاهلي موجود، الاهلي قادر ان هو يكسب المباراه. الاهلي بيلعب فريق قوي، وقلت لكم في الفيديو اللي فات رغم ان الاهلي استعيد جزء كبير جدا من هويته، ولكن فرقه سيراميكا المباراه ما خلصتش والاهلي لسه ما كسبش. فرقه سيراميكا فرقه مميزه وعندها الخبرات والدوافع لكل حاجه في المباراه. وفعلا هم راحوا بواحده بخطأ فردي ساذج من اللعيبه وتمركز خاطئ من المدافعين، قدر ان هو يسجل. زي ما قلت لكم المباراة لسه في الملعب، ولكن الاهلي النهارده بيعمل شوط مميز جدا جدا. نتمنى الراجل في الشوط الثاني يكون عرف ازاي هيكمل المباراة دي بالشكل ده، وازاي هيقدر ياخد المباراة من سيراميكا.